هنا انا كنت مستغرب ان ازاي الفطيره دي معموله بالنوتيلا اللي بجد واللوتس الاصلي وبالسعر ده. حرفيا يا جدعان انا مش مصدق ان هم شغالين كده، شغالين بنوتيلا بجد، نوتيلا خام، وشغالين بلوتس الاصلي. يعني انا مش مصدق شغالين كده ازاي. هنا انا كنت في مطعم همام اللي في رشدي وجربت من عندهم 3 حاجات. اول حاجه كانت بيتزا الباربيكيو، وعايز اقول لكم يا جدعان تحفه تحفه بمعنى الكلمه. بصوا الموتزاريلا بتمط ازاي، بصوا الشده بتاعتها، بصوا يا جدعان اول قطمه، بص بتشد ازاي، لحوسه لحوسه. لا لاصحاب القلوب الضعيفه. حد واخد باله من حاجه يا جدعان؟ اللي يعرف انا عند محطه ترامي يكتب لنا تحت في الكومنتات. اول حاجه كان لازم نجربها وهي البيتزا اللي كلها موتزاريلا وبتشد، بيتزا الباربيكيو. يا جدعان انا مش قادر يا جدعان، حد يمشي الواد ده من قدام، انا جوع. ناخده واحده؟ لا مش كفايه، نجربوا التانيه كده ونشوفوها طعمها عامل ازاي. ازلط 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 ازلط. انا كان باين عليا ان انا مبسوط قوي يا جدعان، الاكل تمام. وتاني حاجه وهي بقى كانت الفطيره مشكل لحوم، ودي ما كانتش عجباني قوي الصراحه، بسبب ان التتبيله بتاعتها ما كانتش احسن حاجه، والسمنه اللي على الوش كانت كتير. بعد ما جربنا الاثنين دول بقى فاضل اخر حاجه معانا وهي فطيره النوتيلا واللوتس، وهنا بقى كنت رايح اجيبها.